رسميا فوزي البنزرتي يعلن ضمه ل3 لاعبين إلى الفريق، وذلك تحسبا لانطلاق الموسم. وأيضا مجموعة من الأخبار الأخرى متعلقة بالفريق في هذا الفيديو. فعقدت إدارة نادي الأفريقي اليوم صفقة جديدة مع الموهبة الشابة عمار عبد الحق بعقد يمتد لمدة 5 سنوات. هذا اللاعب هذا تم تصعيده إلى الفريق الأول بطلب من البنزرتي. أيضا البنزرتي طلب من الإدارة أنها تصعد كل من لاعب الشوالي، أيضا لاعب الوسط رجان الجبالي، بالإضافة إلى المدافع أو الظهير الأيسر عمار عبد الحق. البنزرتي يريد ملء الفراغ رحيل من عبده ومجموعة من اللاعبين، وذلك بتعاقده أو بضمه لمجموعة من اللاعبين الشباب والمواهب الشابة في الفريق الأول. شكرا لحسن المتابعة، وإلى فيديو قادم.